من عيوب السوشيال ميديا اللي بدأت ألاحظها خلال الفترة الأخيرة تحريف الكلام أو تحوير الكلام. كلام خاص بمشاهير أو فنانين أو لعيبة كورة من خلال مثلًا مؤتمرات صحفية أو لقاءات، بتلاقي دايمًا في تحوير للكلام، في صفحات دلوقتي بقت قايمة على إنها بتعمل بوستات، البوستات دي بتوضح لك تفريغ مثلًا لفيديو أو تفريغ مثلًا لمداخلة أو تفريغ مثلًا لمؤتمر صحفي لفلان أو علان أو أيًا كان يعني. المهم بتلاقي الكلام اللي بيتكتب في تفريغ البوست ده أو البوست ده بيكون الكلام اللي موجود فيه مش هو الكلام الأصلي اللي اتقال، الكلام الأصلي مع تجويد. على سبيل المثال، ده مش مكانها بس خلّيني كده أدّيك مثال مثلًا المؤتمر الصحفي بتاع محمد صلاح بعد ماتش مصر وكوت ديفوار. محمد صلاح اتكلم عن الأجواء بتاعة المعسكر وإن ده أفضل معسكر عاشه مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا. تمام، يمكن الأجواء اللي هو بيتكلم فيها طبعًا جهاز فني مصري كامل، جهاز فني وطني، والناس كلها يعني بتتكلم لغة واحدة، بياكلوا أكل زي بعض، في حالة من الكوميديا والهزار هو اتكلم فيها، لكن ما خصّش مثلًا إن هو قال إن سبب الأجواء ديّة إن في فلان موجود معانا فهو سبب في القصة دي. في صفحات أخدت الكلام بتاع محمد صلاح في المؤتمر الصحفي وزوّدت عليه إن محمد صلاح خَص لعيبة يعني أو لعيب معيّن بذكر اسمه، إن اللعيب ده هو السبب إن الأجواء بتاعة المعسكر لطيفة والأجواء بتاعة المعسكر سعيدة، وهو سعيد في المعسكر بسبب وجود اللاعب ده، وده طبعًا ما حصلش. أنت لو رجعت للمؤتمر الصحفي على beIN Sport مش هتلاقي الكلام ده خالص. تمام؟ طبعًا الكلام ده بيتكرر برضه مع مشاهير كتير سواء فنانين أو وهتلاقي كلام كتير بيتقال هو مش الحقيقي. يعني هو مثلًا أنت لو جبت اللقاء الأصلي هتلاقي في كلام بيتقال، والكلام ده بيتاخد وبيتحط بصيغة تانية أو لفة تانية أو تحوير تاني بيتقال. فده يدل إن في سوشيال ميديا كاذبة موجودة في مصر حاليًا، هدفها إن إحنا نلعب على وتر سرعة الحياة، إن أنت أصلًا ما بتدوّرش. أنا مثلًا ممكن أشوف بوست زي ده فأقرا الكلمتين فييجوا مع هوايا فاتبسط، ياه! والله ده الدنيا هنا لطيفة خالص. بس أنا لو رجعت للحاجة الأصلية اللي اتقالت ممكن ألاقي كلام غير كده، أو ممكن إن أنا أشوف البوست ده فمش جاي على هوايا فابدأ يعني أقابل الكلام اللي مكتوب ده بامتعاض، أو إن أنا شايفه مش صح أو مش حقيقي. تمام، وما ارجعش أصلًا للحاجة الأصلية طبعًا اللي اتقالت، أو مش هادوّر عليها، هي مش يعني خلاص أنا قفلت من الكلام، قفلت من الموضوع نفسه. فدي حاجة بصراحة موجودة ومنتشرة يعني بشكل كبير أوي في الفترة الحالية، وبدأت ألاقي برامج الtalk show مثلًا الرياضية اللي موجودة كل يوم مثلًا بتطلع الساعة 23:00 بيتقال فيها كلام، في صحفيين رياضيين بينقلوا الكلام ده أو بيفرغوه في صورة بوستات بتبقى يعني الموضوع معمول بشكل نقط سليمة، وفي ناس تانية بتاخده بتحوير أو إن هي بتضيف عليه كلام أو بتحاول تاخد الكلام في سكة تانية طبقًا للأهواء، أو طبقًا هي تتبع مين أو بتعمل إيه، أو محسوب على مين. بس القصة نفس القصة برضه هتلاقيها مثلًا في خاصة بالفنانين أو المشاهير أو أيًا كان يعني، هتلاقي برضه الكلام ده بيحصل. والسوشيال ميديا بقت يعني جزء كبير من حياتنا كلنا، وإحنا أغلب الناس بتاخد معلوماتها أو بتاخد يعني، ودي حاجة يعني يعني مش ألطف حاجة إن أنت تاخد معلوماتك من فيسبوك أو تاخد معلوماتك من السوشيال ميديا بشكل عام، أو تويتر أو مش عارف إيه. فدي مش حاجة يعني مش حاجة لطيفة. بس أغلبنا يعني أو أغلب الناس هي عايشة على كده، طول اليوم في إيديه التليفون فهو مصدر معلوماته مثلًا الفيسبوك. فأنا هادخل الفيسبوك ممكن باشوف كلام فأنا قُلت لك مش منطبق مع هوايا فهاصدق فخلاص يعني هاخد الانطباع ده، مش هادوّر على الأصل بتاعه لأن رتم الحياة سريع، فأنا مش هاقعد أدوّر، أنا خلاص شُفت قدّامي حاجة بتلخّص القصة دي. يا ريت الناس تحاسب على كلمتها، يا ريت الناس تفتكر إن أنت هي مش مجرد الموضوع مش مجرد هزار ولعب، وإن أنت يعني تتاجر بكلام أو إن أنت تقول كلام غلط على لسان فلان، لأن أنت هتتحاسب على ده. افتكر إن في حساب، أنت ما حدش هيحاسبك في الدنيا بس أنت هتتحاسب في الآخرة على اللي أنت بتعمله ده، التضليل. أنت بتضلل الناس، بتضلل الناس ليه؟ أنا هاخد عنك انطباع إن أنت كذاب، إن أنت شخص مضلل، أنا مش هاتابعك تاني، أو أنا مش هاقرا كلامك ده تاني. بس ليه التضليل؟ استفدت ليه من التضليل؟ إيه الاستفادة إن أنت تضلل الناس؟ السلام عليكم ورحمة